بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. السلام عليكم اعزائنا المشاهدين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله كده صحيت كده من النوم، عايزه افطر حاجه كده، يعني نغير نوع الفطار يعني بتاع كل يوم. فعندي بتاع نص كيلو دي او كيلو الا ربع، نقول كيلو الا ربع. ماشي، قلنا نعمل ايه؟ قرصين 3 فطير كده على البوتاجاز من فوق نفطر بيهم. يعني نغير كده المنيو النهارده، ناكل كده فطير كده بجبنه بعسل باي حاجه يعني يا جماعه، بشاي بلبن، اي حاجه، بس المهم نغير ايه نوع الفطار النهارده. ده ذره ملح وذره سكر. حطيت نص معلقه ملح بتاع سكر، وحطيت تاني معلقه، احط كده يعتبر معلقتين سكر. حطيت نص الاول ومعلقه ونص تاني، يعني معلقتين كده سكر يا جماعه وشويه ملح. كده اقلب كله مع بعضه. هنا ده مكعبين 3 كده زبده، حطيت عليهم حبه زيت زي ما شايفين كده عشان نعمل بهم الفطير. يعني عملنا فطير بأقل التكاليف، يعني مش هنحط حبة زيت عليهم كده ونسيح الزبدة مع الزيت على البوتاجاز كده يا جماعة، زي ما انتوا شايفين كده. يعني ايه، فطار سهل وبسيط ومش مكلف كتير. يعني عملنا فطير حلو جدا، شلتت على البوتاجاز من فوق. انا عاملاه في الصينيه، عشان حد يقول لي انت عاملاه في الطاسه، لا، فطير الطاسه غير فطير الصينيه. دوت فطير كده على البوتاجاز في الصينيه، فطير من غير فرن. هنا حطيت حبه ميه كده بالطلب، مش هكتر الميه عشان عاوز ميه حط، عشان ما تتكرش منك العجينه وانت بتعمليها. ما تحط الميه بالطلب كده، ما تكتريش يعني. زي ما شايفين كده اقلب كله كده مع بعضه. بصوا العجينه حطيت لها حبه زيت كمان عشان تبقى ناعمه معايا كده وما تلزقش في ايدي كتير. اهو زي ما شايفين كده، ان العجينه تعجنيها احط لها حبه زيت، مش هتلزق في ايدك كتير وانت بتعجني فيها يعني، او بتعجني فيه، او كله عجين يعني. زي ما انتوا شايفين كده حطيت الزيت والميه والملح والسكر، واقلب كله كده مع بعض. انا حاطه يا جماعه نص معلقه سكر، ورجعت حطيت نص تاني ومعلقه تاني، يعني معلقتين سكر. زي ما شايفين كده نحط الميه بالطلب، دي من تحت نقلب كده، ونحط حبه الميه كده ايه بالطلب، عشان ما العجينه لما تبقى طريه تلزق منك ما تعرفيش تقلبي. لا لا لا، انت سبحانك اني كنت من الظالمين. بصوا يا جماعه، عجنت العجينه زي ما شايفين كده. بصوا حط لها حبه زيت من فوق كده اهي. بصوا مش ملزقه كتير يعني في ايدي كده. اسيبها بقى تستريح شويه، وبعدين ايه اقطعها واسيبها شويه لما تستريح كده يعني. بصوا العجينه مرنه وحلوه اهي زي الملبن اهي. بصوا عامله ازاي، ولا مكلكعه ولا اي حاجه، مرنه وطريه وزي العسل. هنا سبتها استريحت كده، وهقطع بقى العجينه. عامله قطع مش كبيره يعني كده يعني. بصوا العجينه مرنه ببعضيها عامله ازاي اهي. بصوا هقطعها كده بالشكل كلها كده. بصوا الله، ربنا على صلاح الحال لينا وللجميع، ومن يتق الله يجعل له مخرجا يرزقه من حيث لا يحتسب. هنا قطعت العجينه بتاعتنا كده، برضه هسيبها برضه تاخد راحتها عشان لما اجي افردها ما تتعبنيش اهي. نسيبها برضه تستريح وبعدين نفردها. انا هولع البوتاجاز واحط اسيح الزبده مع حبه الزيت اللي حطيتهم دول. وعامه انا عوزت عليهم تاني ما كفوش برضه، حطيت عليهم تاني مكعبين زبده، وحطيت حبه زيت يعني.
هنفرد كده العجينة مع بعض اهي زي ما شايفين كده اهو، عشان انا عندي الرخامة ضيقة فمش مش واخدة براح في النشب انشب العجين يا جماعة. فهفرد شوية كده وشوية كده لغاية ما ايه، هفرد كل العجينة بتاعتنا كده. نفرد كده العجينة بتاعتنا. هي لما بقت طرية ارتاحت العجينة فماشية معايا زي الحلاوة، مش ناشفة ولا حاجة يعني انتوا شايفين كده اهو. نفردها كلها كده، يعني هي واحدة بس اللي عملتها معاكم عشان اوريكم الطريقة يعني. بصوا امسكها كده افردها كده كده اهو، تتفرد معايا كده بصوا اتفردت العجينة بتاعتنا كده. هنحط بقى الزبدة مع الزيت زي ما انتوا شايفين كده. هحط فريتها كلها فيها كده في العجينة وبعدين اطبقها على بعضيها. فطير مشلتت من غير فرن. وما تنسوش يا جماعة اللي يخش عندنا ينورنا باللايك والاشتراك ويفعل زر الجرس يصلكم منا كل جديد. لو اول مرة تشوفونا ما تنسوش الاشتراك حطوا لايك وربنا يصلح لنا وحال الناس كلها يا رب. زي ما انتوا شايفين كده طبقتها واحط عليها اطبق من هنا كده زي ما انتوا شايفين بصوا كده قلمناها كده على بعضيها بص كلها كده لمها كده. انا عملت 2 تاني قبلها بالشكل ده كده اهو. حتى بصوا السمنة مع الزيت بتنزل من العجينة زي ما انتوا شايفين على الصينية كده اهو. هسيبهم كده يستريحوا على ما اعمل الحبة الباقيين. عملت كده الباقي كله زي ما انتوا شايفين كده. هحط في الصينية بصوا بتخرج بتنقط السمنة اللي فيها. هفرد كده في الصينية زي ما انتوا شايفين اهو. بصوا السمنة نزلت كلها في الصينية هفرد كده في الصينية العجينة اهي. لا اله الا الله، لا حول ولا قوة الا بالله. نولع بقى البوتاجاز. هنحط الصينية نسوي كده كلهم في الصينية كده يا جماعة من فوق، ولا فرن ولا حاجة كده. نغطيها شوية كده وبعدين اشيل الغطا. مع ان بقيت العجين سويته كله ما غطيتوش لان طبعا الصينية طبعا خفيفة فما زي ما انتوا شايفين كده. بصوا تبتدي تشد كده هنلف الصينية كده وكده عشان كلها ايه تستوي كده مع بعضيها من الجناب كده وكده اهي. بصوا ابتدت ايه تستوي وبتتنفخ يا جماعة. لفتها زي ما انتوا شايفين اهو. هنقلب له بردك لف على طول في الصينية عشان ما تتحرقش من ناحية عشان الصينية ألمونيا وخفيفة عشان ما تتحرقش من ناحية وناحية نية وناحية لأ. على طول كده من طول وانا واقفة اقلب فيها كده يمين وشمال كده زي ما انتوا شايفين كده اهو. بصوا حاجة جميلة وبألف هنا وشفا للي كل واللي هياكل واللي شاف وربنا يصلح حالنا وحالكم وحال الجميع. بصوا آية كده هي خلاص كده ايه استوت. بصوا من فوق ومن تحت اهي
حاجة جميلة والله العظيم بجد، وحاجة بأقل التكاليف، مش حاجة أقول لكم مكلفة كتير. حبة زبدة من البيت وحبة زيت ونعمل فطير. ده أقل حاجة. الفطيرة ديت اللي أنا بعملها ديت ده في الفرن ب10 جنيه يا جماعة. هنحط كده في الصينية ونفرد اهي زي ما انتوا شايفين كده. طبعا على البوتاجاز لف على طول في الصينية عشان ما تتلسحش من جنب وجنب، لا على طول كده. اهو بص السمنة اتنطرت كلها مع الزيت في الصينية. بصوا بتنفخ بقى. ده بتاع برضه لا اله الا الله حول ولا قوة هسوي كله بالطريقة ديت. هغطيها بكيس عشان بصوا يا جماعة. بصوا الفطير بتاع امي جميل جدا والله، وبألف هنا وشفا. حاجة حلوة يعني، حاجة جميلة وسهلة وبسيطة وعاملينها في البيت يعني. مش ده ب10 جنيه الفطيرة اللي معمولة زي كده يا جماعة. بسيط وسهل وربنا على صراحة يخلينا لكم وللجميع. بصوا الفطير بتاعنا يا جماعة كله زي بعض من فوق ومن تحت، ولا واحدة محروقة ولا واحدة شايطة ولا أي حاجة خالص. الطريقة دي هتجربها تعجبكم إن شاء الله. طريقة إنه في الفطير المشطشط على البوتاجاز من فوق اهو زي ما شايفين كده. ربنا يصلح لنا حالكم، متنسوش تنورونا بصوا الفطير بتاعنا يا جماعة والله ولا كأنه في الفرن. حاجة جميلة والله بجد. بصوا عامل ازاي وعلى البوتاجاز من فوق زي ما شفتوا كده. سخن مولع والله بجد يا جماعة، والله سخن. بصوا جميل جدا. والله ربنا يصلح لنا حالكم الجميع. بصوا مشتت الواحدة بوحدتها. بصوا اتفضلوا النهاردة افطروا معانا فطير زي مشتت كده على البوتاجاز من فوق. يلا نشوفكم في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى تجربوا الطريقة بتاعتنا في الفطير المشلتت.